السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي متتبعين قناة ليلى شيك، مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم. كما كتشوفوا جيتكم فيديو جديد غادي نقدم معكم طريقة التحضير ديال البطبوط اولا المطلوع اولا خبيزات ديال المقله، كل واحد كيفاش كيسميهم. المهم بطريقة سهلة وناجحة وكيجيو زوينين صراحة، زوينين بزاف بزاف. كنحتاجوهم هكا في الفطور اولا في الكوطي كما كتشوفوا. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساونيش من الاشتراك باش دائما توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله، وما تنساونيش من التعاليق ديالكم كما العاده وتشجيعاتكم، وما تنساوش لايك. ونتلاقاو ان شاء الله مع الطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا بالنسبه للطريقه ديال التحضير سهله وبسيطه بزاف. يعني كنحتاجو هنا غير العجين. بالنسبه للعجين انا هنا خديت الدقيق ديال القمح، يعني الدقيق اللي كنعجنوا به الخبز العادي. انا هنا خديت الدقيق ديال القمح العادي، يعني ديال الزرع مطحون. هنا خديت واحد الكميه، هنا خديت 2.5 على حسب افراد الاسره، كل واحد كيدير داكشي على حسب العائله ديالو. انا درت 2 هنايا اونس. عندي معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، يمكن لكم ديروا المعجونه اللي متوفره، وعندي الملح، وهنا عندي الماء دافي. بالنسبه للخميره غادي نفزقها هنايا باش يعني باش تطلق ليا. انا درت عليها شويه الماء دافي وخليتها تطلق ليا هنا. وغادي نضيف الملح. بالنسبه للملح كيبقى على حسب الاذواق، كل واحد كيفاش كيبغي، يعني المذاق ديال الخبز ديالو. كاين اللي كيبغيه يكون مكثر من الملح شويه، كاين اللي كيبغيه مسوس شويه. انا هنا درت غير شويه، معلقه صغيره ما عامراش. هنا الخميره كما كتشوفوا ها هي طلقات ليا، غادي نحاول ندلقها مزيان. وغادي نفزقها مزيان هنايا وسط العجين كما كتشوفوا. صافي وكنبداو كنعجنوا العجين ديالنا. بالنسبه لهاد العجينه هذه ضروري ما غادي ندلكوها، لانه الزرح يعني الطحين ديال الزرح كيبغي الدليك، اولا الطحين ديال القمح ماشي بحال الفورس. يعني فاش كنكونوا كنخدموا بالفورس يعني ما كنحتاجوش تدليك. دابا هنا غادي نجمع العجين ديالي بهالطريقه هذه كما كتشوفوا. وغادي نحاول ما نجريهمش، يعني يكون العجين متماسك شاد راسو، ما يكونش جاري كما كنعجنوا الخبز تماما. صافي غادي نجمع العجين ديالي هنايا بهالطريقه. كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجين ديالي كما كتشوفوا بهالطريقه هذه، دابا غادي ندلكو مزيان هنا في سطح العمل. غادي ندلكو كما قلت لكم، ضروري ما ندلك هذا العجين هذا، لان عندي الطحين ديال القمح اولا ديال الزرع، يعني الطحين ديال الدار ماشي فورس. الا درتوا الفورس ما تحتاجوش للتدليك، يعني غير كتخلطوا العجين ديالكم وكتغطيوه صافي فقط كما كندير في الفيديوهات اللي قبل. وهذا العجين هذا ضروري ما يتدلك. من بعد ما دلكتو كما كتشوفوا غادي ندير له قليل من الزيت على الوجه ديال العجين. هنا دلكتو مزيان البنات ودرت له شويه الزيت على الوجه ديالو، وغادي نغطيه ببلاستيك غذائي وغادي نخليه على جنب حتى يخمر ليا. صافي غادي نغطيو عليه ونخليوه يخمر لينا، ونتلاقاو ان شاء الله نكملو. من بعد ما دازت واحد تقريبا ساعه، يعني حتى اختمر ليا العجين ديالي كما كتشوفوا وضاعف الحجم ديالو. هاهي العجينه ديالنا خامره.
هنا خديت واحد شويه ديال الدقيق اللي غادي نحتاجوه باش غادي نكملوا طريقه التحضير ديالنا. هنا خديت واحد البلاطو دهنته بشويه ديال الزيت، وغادي نشكل كويرات صغار باش نديروا الكريصات ديالنا. بالنسبه لهاد البطبوط اولا المطلوع كل واحد كيفاش كيسميه، الا بغيتوهم ديروهم كبارين يمكن لكم ديروهم كبار، انا هنا فضلت نديرهم غير صغارين. صراحه بعض المرات كنديرهم كبار كل مره وكيفاش، يعني هنا شكلت كويرات صغار على حسب بقدر اللي بغيت انا، يعني بغيتهم يكونوا صغارين. وكنكمل الكميه ديالي كلها اللي عندي هنايا. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما كملت العجين ديالي شكلت منه كويرات بهذا الشكل هذا. انا هنا خديت واحد البلاطو، هنايا درت فرشت ليه واحد المنديل كما كتشوفوا باش ندير الكريصات ديالنا يكملوا الخميره ديالهم في هذاك البلاطو، يعني ضروري ما يزيدوا يخمروا لينا. وغادي نبدا نقرص في الكريصات ديالنا، غادي نبسطهم مزيان نقرصهم بحال ملي كنبغيو نقرصوا الخبز. بهذه الطريقه هذه البنات، ونحاولوا من الاحسن اننا نقرصوا بالكف ديال يدنا باش كيجيو زوينين كيجيو من داخل مفشفشين. من الاحسن نجنبوا الاصابع، نحاولوا نبسطوا مزيان بالكف ديال يدنا. كما كتشوفوا هذا هو السمك ديالهم، يعني ما خصش يكونوا رقاقين بزاف، ما خصش يكونوا غلاظ بزاف. كما كتشوفوا دابا هذا هو المقدار ديالهم. وكنكملوا بنفس الطريقه الكميه اللي عندنا ديال العجين. صراحه كيجيو زوينين بزاف البنات بالنسبه للفطور في الصباح هكايا، ولا بالنسبه للكوطي غزالين مع شي براد اتي يكون مشحر على حقه وطريقهم في هذا البرد هذا. صراحه صالحين زوينين بزاف. ومره كنبغيو نبدلو، يعني دائما الخبز ولا شي حاجه اللي كناكلوها دائما من الاحسن مره نبدلو. كما كتشوفوا انا درتهم هنا كريصات صغار، وانتم الا بغيتو ديروهم كبارين كما قلت لكم يمكن لكم. كيجيو ساهلين ودغيا كيوجدوا، يعني ما فيهمش شي تماره بزاف ولا حتى شي مجهود. صافي بحال كنعجنوا الخبز ديالنا العادي المعتاد. هنا البنات انا درت 3 في البلاطو ديالي، وغادي نقلب المنديل وغادي نكمل عاوتاني، غادي ندير وحيده فوق وحيده. كما كتشوفوا البنات بالنسبه للعجينه ديالنا هي يعني طيعانه، ما كتلصق ما حتى شي حاجه. بالنسبه لهاد الدقيق يعني كما قلت لكم هو ديال الدار ديال الزرع اللي مطحون على اليد. وكنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. كما كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه ديالي، هنا درت 6 ديال الوحيدات، هنا وحده فوق وحده، درت تما 6 والاخرين اللي بقاو لي درتهم في بلاطو واحد اخر. صافي غادي نغطي عليهم حتى يخمروا ليا ان شاء الله ونطلقوا. كما كتشوفوا البنات من بعد ما خمروا ليا الخبيزات ديالي اولا الكريصات ديالي، صافي هما خامرين واجدين. دابا غادي ندير المقله تسخن ليا مزيان. انا هنا البنات سخنت المقله مزيان، غادي نرش عليها شويه ديال الزيت. بالنسبه للزيت كيبقى اختياري،
يعني هما في الاصل ديال هاد الخبيزات هادو او لا هاد المطلوع هذا ما كيديرلوش الزيت نهائيا. انا هنا بغيت نرش واحد الرشه في المقله ديالي غير شويه، يعني غادي نرشو مره واحده في الاول صافي فقط، ما غاديش نعاودو نديرو الزيت نهائيا. انا هنا رشيت شويه صافي، وغادي نبقى نحط في الكريسات ديالي هنايا وكنخليهم كيطيبوا على خاطرهم. صافي كنديروا الزيت مره واحده في الاول ملي كنبغيو نحطوا الخبيزات ديالنا. صراحه كل واحد شنو كيسميهم، كاين اللي كيقول لهم المطلوع وكاين اللي كيقول لهم البطبوط، كاين اللي كيقول لهم المخمر. حنا هنا في فاس صراحه كنقولوا لهم المطلوع، وعندنا كي مشهورين زعما بزاف وكنبغيوهم بزاف. مره كنبدلوا بيهم، يعني كنبدلوا الخبز بهاد المطيلعات هادو او لا البطبوط هذا. صافي كنخليه كيطيب، ومره كنبقى نحركو باش يطيبوا كاملين من الجوانب ومن الوسط ديالو. كما كتشوفوا هو كيتنفخ لينا تبارك الله، كيجي زوين بزاف الصراحه، كيجي خفيف. وكنبقى مره كندور المقله وكندورهم همايا باش كيطيبوا حتى مع الجناب. انا هنا البنات قلبتهم كما كتشوفوا، واخا هما ما طيبينش مزيان ولكن كنبقى نقلب فيهم حتى كيطيبوا على هذا الشكل هذا. كنستمروا بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا راهم تنفخوا لينا تبارك الله وجاو خفافين، وكنبقاو نقلبوا فيهم مع الجنيبات حتى كيطيبوا لينا وكيتحمروا وكيجيو شهوه منهم. كما كتشوفوا كنستمروا بهذه الطريقه هذه. كنحاولوا نوقفوهم مع الجنيبات وحده فوق وحده بحال هكا باش كيطيبوا لينا الجناب ديالهم. وصافي كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه ديال العجين اللي عندنا او لاكريسات ديالنا. كما كتشوفوا البنات هادو هما المخمرات ديالنا. كما كتشوفوا جاو رائعين محمرين وجاو زوينين بزاف صراحه، ماشي غير كنشكرهم لكم حيت سيبتهم ولكن جاو زوينين وخفافين البنات ومن داخل خاويين تبارك الله، باقيين سخان كما حيتهم المقله. هانتوما البنات كيفاش جاو، هانتوما جاو رائعين. كنتمنى الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوهم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من الاشتراك ومن تعليق كتشجيع ليا، وتخليو لي المهم تعاليقكم زوينه كما العاده.